السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مستر عبد الرحمن منظور يور انجلش تيتشر، وهي قناة خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية. النهاردة درسنا مختلف شوية، برضو هنتعلم ازاي نبدل حاجات بنستخدمها كلغة فورمال ونستخدم بدلها حاجة اسمها ايديوم. ايديوم يعني مصطلح، والمصطلح ليه معنيين. المصطلح ليه ايه؟ معنيين: المعنى الحرفي، تمام، والمعنى المقصود. طيب المعنى الحرفي ده ملناش دعوه بيه خالص، مش بنستخدمه، تمام. هو بنكون بنركز على المعنى المقصود ده، وللاسف مش هنقدر نعرف المعنى المقصود غير لو احنا تعرضنا للايديوم ده قبل كده وحد شرحه لنا او احنا حفظناه. لكن انت اول مره هتسمعه هتلاقي نفسك عندك كونفيوزد او عندك حيره في معناه. تعال نشوف كده. مثلا لو احنا رايحين مثلا نادي او رايحين رحله او رايحين سينما، وزميلنا عايز يقول انا جاي معاكم، فيقول I am joining، انا معاكم. في الايديوم هتسمعها في الافلام كتير، يقول له I am game. طبعا ادي المعنى الحرفي ان انا لعبه، لكن المعنى المقصود ان انا I will join you، انا معاكم. اوكي، I am game. طيب لو حد بيكلمك عن حاجه، بيقول لك شفت اللي حصل او كذا، وانت ما عندكش خلفيه عن الموضوع ده، فتقول له I have no idea. طب لو عايز استخدمها في الايديوم هقول له I am in the dark. I am in the dark. طبعا المعنى الحرفي انا في الضلمه، لكن المقصود ان انا ما عنديش خلفيه عن الموضوع ده ولا عندي معلومات عنه. I really want to. I really want to معناها انا عاوز الحاجه دي قوي، تمام، محتاجها. لكن لو هستخدمها ايديوم هتبقى I am dying to dance. I am dying to dance. يا ترى قول لي بقى المعنى الحرفي لكلمة I am dying to dance. اوكي. لو انت وصلت لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبك، فلو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك اند شير، ولو انت على الفيس اعمل فولو لايك اند شير. ثانك يو.